اكيد عملتوا الكيك الاسفنجي اكتر من مره وكل مره بيطلع معاكم بشكل. اول حاجه يا اما باظ منكم او بيهبط او المكونات مش مظبوطه، فانا عاوزاكم تجربوا الطريقه دي ومتاكده من اول مره هتعتمدوها، لان هستخدم فيها محسن جل، واي حد مبتدئ في الطرق لازم يجربها بالمحسن علشان تطلع معاه ناجحه من اول مره. اول خطوة هنحضر المكونات حوالينا. هنحتاج 6 بيضات يكونوا كبار او متوسطين، يكونوا بحرارة المطبخ، ما ينفعش نستخدمهم هما لسه طالعين من التلاجة. واهم مكون في الكيكة هو البيض، لازم يكون بحرارة المطبخ. وهحتاج كوباية وربع من السكر، يعني 230 جرام. انا هكتب لكم بالكوباية والجرام تحت في صندوق الوصف. وهستخدم فانيليا سائلة علشان بتدي نكهة قوية وبتقضي على زفارة البيض. وبعد كده هستعمل معلقة كبيرة من المحسن الجل 30 جرام. وهحتاج نشا ودقيق والبيكنج باودر، انا بستخدم كيك شيف لانه بيكون احسن من البيكنج باودر. وهحتاج كوباية مية اللي هي كوباية الشاي الا 3 معالق كده، مش مليانة. والدقيق. مبدئيا كده هنستخدم المضرب الكهربائي، انا استخدمت مضرب بعجان او ممكن تستخدموا العجانة الكبيرة او المضرب لوحده كده السلاح بتاعه. هنزل البيض الاول ونتأكد ان البولة تكون ناشفة وما فيهاش نقطة من المية. وهزود الفانيليا والمحسن والسكر، وهنخفق المكونات دي لمدة 8 دقايق لحد ما الخليط يكون ابيض وفاتح جدا والبيض بقى فوليوم كده وازداد للضعف. في اسئلة كتير بتجيلي ممكن استخدم الخلاط، طب ممكن اعمله على ايدي بالمضرب السلك؟ احنا محتاجين قوة في الضرب يا جماعة، فمستحيل ايديكم او الخلاط يطلع نفس الخليط اللي هتشوفوه دلوقتي. شوفوا المضرب شغال على سرعة عالية جدا وبيفضل يضرب البيض لمدة 8 دقايق. تخيلوا لو احنا عملناها بايدينا هنقعد قد ايه. اول ما توصلوا للمرحله ديت استخدموا الاسباتيولا في تقليب البيض من الجوانب، لان بيكون في بيض ما اتخلطش كويس وبيكون لونه اصفر، فبساعده ان هو يتقلب مع باقي المكونات. ركزوا لي كده في قوام البيض بقى عامل ازاي، انا ما سرعتش الفيديو، بيكون تقيل جدا. طيب لو نزل معاكم سريع كده وعامل زي المية، يبقى المحسن بنسبة 100% هو اللي بايظ ومستحيل الكيكة تطلع معاكم حلوة. بعد ما يوصل القوام ده بنوقف، وبعد كده بنحضر المكونات الجافة بنحطهم مع بعض وبنقلبهم وبننخلهم مرة كمان. انا نخلتها مرة قبل ما اصوره معاكم ودي تاني مرة. بعد كده بجيب الدقيق وانخله على 4 مرات او 5. المهم ما ضفش الكمية كلها على بعض علشان ما يهبطش الهواء اللي انا دخلته في البيض، وكمان ما يكلكعش. يعني بتلاقوا كده الكيكة طالع فيها حبيبات من الدقيق علشان خاطر ما تقلبش كويس. فانا بحب انخله كده على كذا مرة واقلب ما بين المرة والتانية، واخر مرتين كده علشان الخليط بيكون تقيل شوية بقوم ضايفة بقى المية زي ما انتوا شايفين كده وبقلب. طيب سؤال ممكن يجيلي، احنا ممكن نحط كل المكونات مع بعض وخلاص ونريح دماغنا طالما في محسن؟ انا بعمل الطريقة دي لما يكون عندي معجنة، العجانة سرعتها عالية جدا. لما بعمل بالمضرب بسمح بقوة كبيرة من الهواء تخش في البيض والدقيق يتوزع بشكل كويس علشان المضرب صغير طبعا. فالطريقة دي حلوة والطريقة دي حلوة برضو، بس انا اكتر طريقة بحبها وبستريح لها في الشغل هي الطريقة اللي بعملها معاكم دلوقتي. بالنسبة لحجم الصواني انا استخدمت صينيتين، كل صينية مقاس 22 او ممكن نستخدم 20 برضو، او حلة كبيرة اللي هي بتكون مرتفعة مقاس 20 او 22. حاجة من الاتنين، ممكن تضيفوا زيت وتبطنوها بدقيق لو مش متوفر عندكم ورق زبدة، او ممكن تحط ورقة زبدة في القاع علشان بس الكيكة واحنا بنطلعها تطلع معانا بسهولة. وانا ما ضفتش ورق زبدة في الجوانب لان الكيكة مش هترتفع اعلى من ارتفاع الصينية دي. وبس كده. بعد ما بطنت الصينية حطيت ورقة زبدة، او لو مش متوفر عندكم ورق زبدة استخدموا اي ورق ابيض بدون كتابة. الفرن طبعا لازم نكون مشغلينه قبل ما ندخل الكيكة ب10 دقايق. طيب لو حصل مثلا ونسينا، عادي بتقوموا حاطين الكيكة على الرخامة وتشغلوا الفرن وتسيبوه 10 دقايق لحد ما يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة. بعد كده بنهدي اللي هي درجة حرارة 180 وبندخل الكيكة، بيقعد معانا من 30 ل 40 دقيقة على حسب الفرن. انا قعد معايا 40 دقيقة، بسويه بخلة الاسنان كده من فوق وبعد كده بدخله الفرن. اول ما الكيكة تطلع من الفرن بنسيبها دقيقتين بره وبعد كده بنسلكها من الجوانب ونطلعها. الكيكة بتهبط معاكوا ليه؟ عشان ناقصة سوا. الكيكة مستحيل تهبط طول ما هي استوت تماما وما فيهاش طبقات من العجين كده وخدت الوضع الصح.
شوفولي كده قوام الكيكة، وعلى فكرة هي لسه سخنة وبيطلع منها البخار. الكيكة هشة جدا وطرية، ونقدر نقسمها 3 طبقات، يعني الكيكتين ممكن يطلعوا لنا 6 طبقات على حسب ما انتوا حابين. واستخدمنا كمية قليلة من البيض. الاتنين بسيبهم يبردوا بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده لو هنستخدمها تاني يوم في التزيين، وده على فكرة تاني يوم ما تغيرش حجمها ولا هبطت ولا اي حاجة، هي نفس الحجم. وشوفوا ارتفاعها حلو جدا، وجربوها وانا متأكدة هتنجح معاكم من اول مرة. ناس كتير جربت الطريقة ونجحت معاها. طبعا يفضل نخبز الكيكة في يوم، وتاني يوم نزينها. تاني يوم قطعتها علشان تشوفوا قوامها. وحتى لو هتعملوها في نفس اليوم عادي، بتسيبوها 4 ساعات تبرد مثلا او 3 ساعات، ما يكونش فيها اي حاجة من الرطوبة، وبعد كده بتبدأوا تحشوها، مفيش اي مشكلة. جربوها وقولوا رأيكم. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. باي باي.